معقولة البطاطس المقلية يطلع منها الجمال ده كله؟ هنعمل النهاردة البطاطس المقلية ونعمل ليها صوص كده خطير، والطعم بتاعها في منتهى الجمال. حلوة قوي الوصفة، هتعجبكم. اول حاجة بقى هنجيب كده طاسة هنحطها على النار، وهنضيف فيها معلقة كبيرة، معلقتين كبار من الزيت هيسخنوا. هنزل كده ببصل جوليان، هقلبه لحد ما يدبل معانا، وبعد كده ننزل بفلفل اخضر وفلفل الوان، واسيبهم موطي عليهم النار لحد ما يدبلوا كده كويس، ورشي عليهم رشة من الملح عشان يدبلوا معاكي كويس. هنا بقى هنعمل مع بعض كده الصوص في طاسه وفيها مكعب من الزبده او معلقه كبيره من الزبده او السمنه. هتسخن معانا، هنزل بمعلقه كبيره من الدقيق، هقلب كده الدقيق في الزبده او السمنه، واول ما الريحه كده تبان معانا بتاعه ويصفر معانا كده الدقيق شويه، هنزل بكوب من الحليب او كوب من اللبن، واللبن يبقى بارد. هنزل برشه من الملح وفلفل الاسود ومكعب من مرقه الدجاج، وهبتدي ان انا هقلبهم كويس جدا كده مع بعض لحد ما الصوص هيبتدي يتقل كده معانا شويه، وده القوام بتاعه. وهنا هضيف جبنه تركي مبشوره، او ممكن تضيفي جبنه موتزاريلا المتاح عندك، وهقلبهم كده لحد ما الجبنه هتسيح في الصوص اللي احنا عملناه. ولو الصوص تقل معاكي ممكن تضيفي شويه من اللبن، او ممكن شويه ميه. هنا كان الخضار كده دبل معانا خلاص، وهنا انا كنت محمره كده البطاطس اللي معانا، ضفتها كده في الطبق، وضفت عليها الخضار، وضفت رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود ورشه من البابريكا، وهقلبهم كويس جدا مع بعض. وهحط بقى من على الوش كده لانشون متقطع صغير، او بيفي، او ممكن فراخ ستريبس تقطعيها صغير، او ممكن بانيه برضو، او ممكن صدق وتبقي مقطعه برضو صغير ومسوياه. وبعد كده هنضيف بقى كده من على الوش الصوص اللي احنا عملناه مع بعض. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ اكلة خطيرة بالبطاطس، وتغيري كده في طعم البطاطس معاكي، وتعمليها ممكن سندوتشات، ممكن تاكليها بقى بالعيش كده. لازم تجربوا بقى الوصفة وتقولوا لي ايه رأيكم النهاردة في الوصفة بتاعتي، واستنوني في فيديوهات جديدة. مع